زمانه دلوقتي طاير من على الارض طير. ليه؟ ولد خد جايزة المليونير. صالح دخول ولده الشرطة أهم عنده من 100 مليون جنيه، هيجرفنا بيه لما يتخرج. أنا عارف. امال لو الواد كان صايع حبتين؟ طب وغلاوتك البدله ما لايقه عليه؟ ده اخره يشتغل حكيم في المستشفى يدي ابر. يا ما نفسي تشيله من دماغك زي ما هو شايلك من دماغه. هو كل اللي عمله ده وشايلني من دماغه؟ هو ناقص يعمل إيه؟ وانت ايه اللي ناقص ما عملتوش؟ أنت بتدافع عنه ليه يا ولي؟ انا اللي بدافع عنه ولا بهاجمه؟ لا هو والده خالتي عشان ادافع عنه، ولا خد حب عمري عشان اهاجمه. صح. قبل ما نفرح بولدك يا فخر نفسي ما يقبلش. مبروك نزل بها يا حاج صالح يا حاج صالح مبروك يا حاج عاوزكم من عندكم لما تفرحوا بعيالكم يا رب. عايزك تزود الوكل للرجال. حاضر يا كبير. ما عايزش حد يقوم جعان. من عينيا. والوكل ما كفاش ادي عجلين كمان. نذبح يا كبير. تذبح ايه؟ ذبحوك يا غريب ما سموا عليك. عجلين تاني ايه؟ ده ال10 عجول اللي اتذبحوا يوكلوا الصعيد كله. ايه؟ ساتر عليك، ايه بنقطع من لحمك. وبعدين ما انت استفدت من 10 عجول، مش خدت المخاص بتوع ال10 عجول كلهم. ربنا ما تعمل معك حاجه. انت راجل مستور امال. ربنا يديم المعروف. انا رجاله. كلوا يا رجاله كلوا. كلوا الوكل كتير. كل. جرى يا زين، انت عشان ربنا كرمك وقبلت في كليه شرطه تدوس على الناس ولا ايه يا عم؟ ما انت عارف لا اخلاقي ولا تربيتي. انا اللي اعرفه ان البدله بتغير الناقص بس. حتى الناقص لو اتغير ما يعرفش يعمل معانا حاجه. طبعا طول ما انت ماشي صح محدش يعرف يعمل معاك حاجه. صح ولا غلط؟ لا، ما انت لو غلط هيتعمل معاك الغلط. ايه بتبص على السيجاره كده ليه؟ تاخد نفس؟ ما بشربوش. دي سيجاره حشيش. تصدق كنت فاكرها عسليه. لا يكون شيطانك وزك يا زين تقبض عليا بيها. طب اقبض عليك كيف؟ اقبض عليك كيف وانا لسه طالب في الشرطه؟ بس والله العظيم يا مسعد هيبقى من بختك لو خدمت في جنة، لان ساعتها مش هتعرف تمشي بسدورة الحشيش بس، لا ده انت حتى مش هتعرف تمشي من غير رخصه. يا راجل يا مرة. والايام ما بيننا وبتجري بسرعه يا زين. جدع انك اديته على دماغه. واد شايف نفسه على خلق الله. اللي يشوف نفسه على اولاد الجناوي يبقى على موته ناوي. يا ابويا واد عمي. بيقول لك مرة دبانة سودة لبست جلابية بيضة يوم فرحها. وبعدين؟ خلاص على كده. انت مخدي مش حلوة كبير ولا ايه؟ والله هيجي اليوم اللي هقول فيه لزين ولد صالح يا باشا. وربنا ما في باشا في البلد دي غيرك يا كبير. كيف ابو مخ تخين هيبقى ظابط. واللي يطلعه لك من الشرطه من قبل ما يدخلها يطلعه لك بمصيبه كمان. لا بفضيحه. اللي يعمل كده ليه مني 50 باكو. 50 باكو؟ يبقى اعتبر زين لبس البدله الزرقاء بدل البيضة. ولو كلامك وقع منك زي عوايدك. عيب عليك يا ريس مسعد. لا، الحاجات دي لا فيها عيب ولا حرام. زين ولد صالح ما ينفعش يبقى ظابط ولا ينفع يشم نفسه علي. ما تقلقش يا ريس مسعد، خليها علي. اخليها عليك، لكن واللي خلق الخلق لو كلامك وقع منك يكون رميك متكتف في الجبل للديابه تنهشك نهش. وان نفذت هاخد ال50 باكو. بس قبل اي حاجه تقول لي هتعمل ايه. حاضر يا ريس. بص شد يا ريس. البت الزينة هي اللي ما تبينش اللي جواها لحد،
لحد ما يجيها الراجل اللي يقيمها صح. طب لو ما جاش يا مرت عمي؟ يجي اللي بعده. ما جاش اللي بعده يجي اللي بعده لحد ما يجيها الراجل اللي يعرف قيمتها. طب ولو مش عايزه غيره؟ مش على كيف امك، احنا اللي نقول من اللي ينفع ومن اللي ما ينفعش. صباح الخير. صباح الفل يا ولدي. العريس واصل. كم يا بت؟ لابس ورايح على فين يا حبيبي؟ نزل لحد شارع المحطة اشتري شوية حاجات للكلية يا أم. عقبال ما تنزل تجيب حاجة فرحك يا رب. ربنا يخليك يا ليلى. بس أنا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. هو مش المفروض بتخطب في أولى وتعقد في تانية وتتجوز في تالتة؟ وأطلق في حفلة التخرج. ده مقرر نازلنا في المنهج ده ولا إيه؟ مع السلامة. خرط الزين يا بنت. طيب مع السلامة يا حبيبي. لا إله إلا الله. محمد رسول الله يا حبيبي يا زبد الرجالة. منك لله يا بعيدة، كل الكلام اللي قلته لك ده وعمالة تقولي وتعيدي. يا بنت شفتي الكلام ده من فين؟ أنا بكلمك. أمي قالت لي. هو في حاجة هتجيبك ورا غيرها؟ ربنا يوريني فيك يوم يا جليلة قادر يا كريم. جاتك خيبة. الحقني يا زنبيه، هيموتني يا زنبيه، الحقني يا زنبيه، هيموتني يا زنبيه، موتني. فيها كتكوت عمل لك إيه؟ قلنا بيطلع منها انت يا زنبيه، الواد ده حرامي. حرامي؟ سرق منك عشان تتهمه تهمة زي دي. اعطاني عده نكيه 310 على النية شغالة وطلعت خرباني. طب إيه المشكلة؟ يديك عدة نيكي وغيرها. مش عايز عده، انا عايز 200 جنيه. كل المشكلة دي على 200 جنيه؟ ده أنت شغال مع واد هتلر. تحتاج فلوس أنت؟ خد يا عم ال 200 جنيه مني أنا هم، وكفى الله المؤمنين شر القتال. والله ولد اصول، مش هنسلك الجميل ده ابدا يا زنبيه. يلا اتكل على الله. مش مزورة، مش مزورة. حرق أبو اللجان. عارف لو طلع اللي انت بتحكيه لي ده من خيالك هيحصل ايه؟ طب عليا الطلاق بالثلاثه من مرتي حصل. يعني احنا كام ساعة كده وهنسمع خبر القبض على طالب مستجد في كلية الشرطة وفرش حشيش. يا ريس مسعد، انت مش هتسمعه بس، انت هتسمعه وهتجراه وهتشوفوا صور كمان في صفحة الحوادث. يا مسهل. رص.